تخيل انك بتعمل حاجه انت عارف ان هي بتضرك وهتاذيك، ومع ذلك اول ما بتصحى من النوم بتجري عليها على طول، ولو اتقفل الطريق بينك وبينها هتلاقي طريق عشان توصل لها. صديقي انت بقيت مدمن. لكن يا ترى ايه هو الادمان وايه اللي بيخلي دماغنا يتعلق بحاجه زي كده؟ تعال نبص على المعلومه. خلينا في الاول نعرف ان الادمان مش شرط يكون مخدرات، ممكن يكون اكل، لعبة، شغل او شخص معين. والطريقة الوحيدة اللي تعرف بيها اذا كنت مدمن حاجة من دول او لا ان دماغك هي اللي تبطل تتحكم والشيء ده هو اللي يتحكم فيك ويجيبك على ملا وشك زي ما بيحصل كده وبنشوف. بس خلينا نسأل، هو ايه اللي بيحصل جوه دماغ المدمن نفسه؟ لما بتاخد حاجة بتديك متعة قوية زي مخدر او حتى لايكات على الفيسبوك، ده بيحفز عندك مركز المكافأة في المخ وبيفرز حاجة اسمها الدوبامين، وده زي مكافأة كيميائية بيخليك تحس بسعادة مؤقتة. لكن مع تكرار الحاجة دي المخ بيبدأ يتعود ويبدأ يطلب متعة تاني ويمكن اكتر، ويمكن يبدا يقلل افراز الدوبامين الطبيعي، فيبقى الحل الوحيد ازود الجرعه، ومن هنا بيبدا الادمان. طب هل في فرق بين الادمان والعاده؟ طبعا فرق كبير. العاده زي ما تكون متعود انك تصحى او تنام في وقت معين او تاكل او تقعد في مكان معين، انت ممكن في وقت ما تغير كل العادات دي وتصحى في وقت تاني وما تقعدش في المكان اللي بتحب تقعد فيه. انت قادر تتحكم. لكن الادمان جسمك بيقاومك، دماغك بتزن عليك، وحتى لو حاولت تبطل بيجيلك اعراض انسحاب.